بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله باش نعملوا الكاكي التونسي. الكاكي يعني سهل برشا، تقريبا كيف عجينة الخبز، فقط الاختلاف كون نقصوا في الخميرة برشا، نزودوا في الزيت، والباقي تقريبا كيف معناها ما يلزمش تحطوا فيه لا بيض لا حتى مكونات اخرين، فقط فرينة وزيت وماء وخميرة. والخميرة نقصوا فيها، ماهيش كيف الخبز يستحق الخميرة باش يولي طري، لكن الكاكي لازم يجي يتقرمش، يعني لازمنا نقصوا الخميرة. عندي لهنا 300 جرام فرينة. الفرينة متاعي انا متأكدة منها، يعني ديما نظيفة، معناها مش من نفس الفرينة تو نستعمل فيها، نفس الفرينة نستعمل فيها للخبز والحلو، يعني ما تستدعاش باش نغربلها خاطرها نظيفة. الزيت نعملو زيت عادي ولا زيت زيتونة كيف ما تحبوا، مش لازم زبدة، حكاية فارغة الزبدة. ماء يكون ملذلذ شوية، ومغرفة صغيرة هيك، مغرفة صغيرة ومغرفة صغيرة خميرة خبز عادية. باهي نبداو بسم الله. تنجموا تعجنوا بيديكم 300 جرام فرينة، مغرفة صغيرة متاع قهوة خميرة مش معبية، بالطبيعة الملح، الماء حسب التقريب، وتوا نحطوه تتعجن وبعدين نشوفوا الطريقة. كيف ما شفتوا لهنا العجينة متاع الكاكي تبدا ياسر يابسة، تبدا ماهيش طرية، شوف بصعوبة قاعدة تعجن العجانة على خاطر العجينة يابسة ماهيش طرية كيف الخبز. هذه العجينة متاع الكاكي متاعي كيف ما شفتوا يابسة ماهيش طرية، مبسة بالقدا بالزيت، معجونة كيف الخبز، يعني نعجنوها بالقدا وما هيش خامرة برشا. هذا هو سر كونها يجي يتقرمش. نستوه شوية كاكي، يعني يدوم مدة طويلة ما يفسدش. نعملوه هكا مستطيل حسب التقريب هكايا، وتوا نقصوه هكا. ناخذ توا كل كاكي نعملوا له هكا شويه. انا باش نعملهم نصف هكا صغيرين، باش نعملهم باهي. توا نعملوهم هكا او هكا، يعني كيف يبدو صغيرين اسهل شويه. نجمو نعملو هكا.
نكونوا سخنا الفرن. الكاكي مش لازم يعني فور يكون سخون برشا، نجمو الفور يكون 200 درجة تكفي. هذايا الكاكي تاعي، نعاودو نستووهم شوية، اذا كان حسيتوهم يعني خشين برشا نستووهم. كيف ما قلت لكم يعني سر الكاكي كونه ناقص خميرة بالضبط كيف عجينة الخبز، فقط ناقص خميرة وماهوش يعني طريز، ما يكون شايح وبزيادة زيت، يعني يتبسس هكا بزيادة. اللي نحسوها خشينة شوية نقصوا منها باش يجونا كلهم نفس الطول. ردوا بالكم يعني يمشي في بالكم اللي كاكي لازم يكون مالح. الكاكي يعني الملوحه نتاعو عاديه على الاخر، فقط الملح نزيدوه في من برا. توا باش نرشوا الملح، يعني الملوحيه من داخل لازمها تكون بالعكس، لازم يكون مسوس شويه، ويلزم الملح من برا اللي باش نرشوه هو البراني. توا نرشوا الملح، مش لازم ندهنوه حتى شيء. شو كيفاش نرشوا هكا الملح، ما ندهنوش ولا بيض ولا حتى شيء. يعني حطوا في بالكم اللي اكثر المعجنات اللي تتباع في الشارع من غير بيض، يعني مثلا شو اسمها الفريكاسي والزلابيه والمخارق والحكايات هذوما كلهم راهم من غير بيض. يعني تلقوا روسات معناها أكلة شعبية بالبيض راهي غالطة. بطبيعة الكاكي يعني هو أكلة شعبية من تقاليد يعني تونس. توا نحطوهم في الفرن يطيبوا درجة الحرارة 200 درجة إلى اللقاء بعديك. هذايا الكاكي متاعي، الكاكي التونسي يعني حاجة بنينة برشا، جربوها، حاجة يعني تستحق التجربة. يتنجم تكون لمجة للأطفال. الباهي في الكاكي كونه يبقى يدوم برشا، يعني نطيبوه يبقى أسبوع معناها ما يصير له حتى شيء. كل يوم ياخذوه الأطفال معاهم للمكتب ياكلوه بنين برشا. وينجموا زادا وقت اللي يجوا من المكتب مازال الفطور ما طابش، ينجموا معناها يصبروا بشويه كاكي. الكاكي نجموا زادا نشربوه بالتاي بالنعناع من احسن اللمجات في المكتب، تشبع وتقنع وياسر بنينه برشا. الاساس نقولها لكم في الكاكي كونه متملحوشو، يعني لازم يكون من داخل معناها بالضبط الملوحيه نتاعو عاديه كيف الخبز بالضبط او يمكن اقل، خاطر يتهيأ لنا اللي هو الكاكي مالح، لكن هو ماهوش مالح، هو مسوس وفقط من فوق مرشوش بالملح. الملح اللي مرشوش فوق منه هو اللي يعطينا معناها يغلطنا كونه الكاكي هو مالح، بالعكس هو مسوس بنته في المسس نتاعو وكعبات الملح اللي مرشوشه من فوق. الكاكي لازم يكون يتقرمش، لازم يكون خفيف من داخل. نخلو الكاكي يخمر مدة ساعة ونصف، ميلزمناش ديريكت نحطوه في الفرن. فقط يعني هذا هو
الكاكي ما يطيبش على نار قوية، يطيب على نار معناها الفرن يكون 180 درجة إلى 220 درجة فقط.